في ناس بتفتكر إن الأمل ضعف وإن الصبر استسلام، بس الحقيقة اللي بيستحمل الشدة هو اللي بيعرف يعيش الفرج لما يجي. أنا مالك، والنهاردة هنفتح كتاب قديم بس كل كلمة فيه لسه بتنطق. كتاب الفرج بعد الشدة، تأليف القاضي التنوخي، هنا في بوك بايتس بالعربي. الكتاب ده مش نصايح ولا مواعظ، ده مليان حكايات، ناس اتظلمت، اتحبست، خسرت، اتقهرت، بس ما استسلمتش، والنهاية كانت فرج جه في لحظة محدش كان متوقعها. تعال نبدأ بحكاية واحد اتسجن ظلم، اتهموه انه سرق وهو بريء، اترمى في سجن ضلمة سنين، وكان بيقول لنفسه كل يوم أنا ما عملتش حاجة بس راضي. وفي يوم دخل عليه واحد من الحراس قال له جه أمر بالعفو عنك، وهو ما صدقش. خرج، ولما رجع بيته لقى اللي اتهمه وبعت له هدية وطلب السماح. وفي حكاية تانية عن واحد ضاعت تجارته كلها، مركب فيها بضاعته غرقت، وكل اللي حواليه قالوا له كفاية كده، رجعك خليها عبرة، بس هو كمل، سافر وتعب واشتغل. وفي يوم وهو ماشي في سوق بعيد لقى واحد بيبيع حاجته اللي كانت ضايعة، عرف إنها اتسرقت مش غرقت واستردها كلها. وفي حكاية عن ست فقدت ابنها، فضلت تدعي وتبكي، وبعد شهور لقت حد بيخبط على بابها، ولما فتحت لقت ابنها واقف كان مخطوف. وفي راجل فقير كان بيدور على لقمة عيش، وكل ما يشتغل في حتة الناس تطرده، لحد ما بقى بينام على الرصيف. وفي ليلة شتاء واحد غني شافه وقال له تعال اشتغل عندي شوية. اشتغل يوم واتنين، وبعدين الراجل الغني مات وكتب له نص التركة. الناس استغربت، بس الغني قال في وصيته ده الوحيد اللي اشتغل بضمير وانا عارف هو مين. وفي واحد تاني كان ماشي في جبل وتقطع بيه الطريق، مفيش أكل مفيش مية وتعب، وبدأ يقول يا رب لو ده موتي خليه خفيف. وبعد ساعات سمع صوت راعي غنم، لقى مكانه، سقاه وأكله وأخده لبلده واشتغل عنده، وبعد سنين الراعي كتب له كل الغنم. في قصة عن بنت كانت فقيرة جدا بتخدم في البيوت، وفي يوم الست اللي كانت بتشتغل عندها ظلمتها وطردتها، فضلت تعيط في الشارع وراحت لست كبيرة تبكلها. الست دي كانت أم تاجر كبير، ولما شافها رقلها وتجوزها، بقت ست بيت وفضلت طول عمرها تساعد كل بنت فقيرة. القاضي التنوخي بيحكي ويقول مفيش شدة إلا وراها رحمة، بس الرحمة بتيجي وقت ما ربنا يختار. كان دايما يكرر ما ضاق إلا فرج. وفي قصة عن واحد كان كل ما يشتغل حاجة تفشل، لحد ما باع كل اللي عنده وقرر يسافر، وفي طريقه اتقطع عليه الطريق من لصوص. لما مسكوه افتكرها نهايته، لكن كبير اللصوص رقله وقال له أنا كنت زيك، تعال اشتغل معايا وامشي في حالك. بعد كده اشتغل عنده فترة، وبعدين بدأ مشروع صغير وكبر وبقى من أغنياء البلد. الكتاب بيقولك الشدة مش نهاية ولا الابتلاء دليل غضب، ساعات ربنا بيخبلنا الخير في حتة ما نعرفهاش، وساعات بنفتكر إننا اتأذينا لكن الحقيقة إننا اتنأذنا. الفرج بعد الشدة مش بس عنوان، ده وعد بيتكرر في كل قصة صبر وكل عين دمعت. أنا مالك، واللي سمعته النهاردة كان من حكايات الناس اللي كانوا في الأرض وطلعوا، مش بس علشان اتغيرت ظروفهم لكن علشان ما غيروش نفسهم. ودي من الحكايات اللي لما تسمعها تقول لسه في أمل. في بوك بايتس بالعربي. سلام.